تعال اقول لك الفرق بين المسرح والسينما والتلفزيون والاذاعه. جمله معينه: مسرح، اكون او لا اكون، تلك هي المشكله. سينما، اكون او لا اكون، تلك هي المشكلة. تلفزيون، وده خطر جدا لانك بتدخل كل البيوت، اكون او لا اكون، تلك هي المشكلة. اذاعة، اكون او لا اكون، تلك هي المشكلة. الممثل واحد، المقادير هي اللي بتختلف. مفيش حاجة اسمها ممثل مسرحي، ممثل سينمائي، تلفزيوني، اذاعي. الممثل واحد. صوتك واطي لازم يبقى فيه باور. جسمك على المسرح بيبقى مختلف. في السينما الكادر بيبقى ضيق، الا لو المخرج قال لك انت لونج. لونج يعني لقطة واسعة، ولازم تسأل ايه نوع اللقطة. مش عيب انك تسال المصور او المخرج هي اللقطه دي ايه. لو لونج هينفع احرك ايدي، لكن لو كلوز هخرج بره الفريم، ايدي هتخرج. ممكن تعبيرات وشي تبقى مخيفه في شاشه السينما الكبيره. يعني في المسرح ممكن تلاقيني مثلا بعمل رياكشنات مش عارف افتكر ومش قادر اركز. ده ممكن يبقى اوفر. في السينما يبقى اقل شويه، يتكنز، مش عارف افتكر ومش قادر اركز. وانت في السينما لما بتيجي تمثل او في التلفزيون الكادر الضيق كده بيبقى فيه هدوء بيحكمك، بيبقى فيه ممثل قدامك صوته هادي هتاخد منه. المسرح غير، هتفتح صوتك، الجمهور لو بعيد لازم يبقى شايف كل الرياكشنات. والمسرح برضو انواع، في مسرح هيبقى ايطالي، في مسرح قاعه. مسرح القاعه زي السينماتيك، ما ينفعش تافور فيه، ما ينفعش. وانا ضد ان احنا نقول مصطلح اوفر، لكن ان انت بس بتدي شكل اداء مبالغ شويه. وده لان انت بعيد. انت دلوقتي لو على الستيج وبتدي محاضره ل 300 واحد وانت بتكلم ال 300 هتلاقي نفسك صوتك مفتوح وعايز تزعق علشان الناس كلها تسمعك، غير لما تكلم 4 5 في المكتب. بصوا يا جماعه انا النهارده هعمل لكم اجتماع علشان كذا 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 كذا، لازم توطي صوتك، ما هو المكتب مقفول عليكم. غير لما تعمل اجتماع ل 300، بصوا يا جماعه احنا لازم مش عارف نعمل ايه ولازم نركز في كذا كذا والتاسكات بتاعتنا وهكذا. يعني مش بس الممثل، ممكن تبقى بتعمل سبيكنج في اي حته، فعلى حسب ما انت بتكلم 4 5 غير لما بتكلم 300 وهكذا. لو عاوز تعرف تفاصيل كتير عن المسرح والسينما والتلفزيون والاذاعه ابعتوا لي في الكومنتات وانا معاكم.